السلام عليكم، بخير لاباس عليكم. اذا مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نهضروا اليوم على المباراة اللي غادي تكون بين الاهلي المصري والزمالك المصري في قمة الجولة الرابعة عشر لمنافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 8:30 مساء. وسنبدأ بنادي الزمالك الذي لم يفز في آخر 3 مباريات له في الدوري بعدما خسر أمام أسوان ثم تعادل ضد الداخلية والاتحاد ليتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، بينما الأهلي يدخل المباراة بعدما تعثر هو الآخر في آخر مباراتين بالدوري المصري. وما يميز نادي الأهلي هذه السنة هو أنه لم يخسر أي مباراة إطلاقا، ونتمنى استمراره على هذا الحال ليحطم المزيد من الأرقام القياسية، كما يسعى إلى تحقيق الدوري الذي غاب عن خزائنه آخر موسمين لصالح نادي الزمالك، ويتصدر الآن برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف فيوتشر. وعند الحديث عن هذه المواجهة تاريخيا النادي الأهلي متفوق على نادي الزمالك، حيث حقق 47 فوز في مقابل 27 فوز لنادي الزمالك، والتعادل في 50 مباراة. إذن وتبقى كل التوقعات مفتوحة على نتيجة المباراة، إما بفوز نادي الأهلي أو بفوز نادي الزمالك. إذا فازت الزمالك سيشتعل الدوري وتبقى المنافسة قوية إلى غاية نهاية الموسم، لكن إذا فاز الأهلي سيزيد من فارق النقاط عن الفرق الملاحقة. وشخصيا أرشح نادي الأهلي للفوز في هذه المباراة. وقولوا لي أنتم ما هي توقعاتكم لهذه المباراة.